عليه العيون دي فوق. يا أخينا أو أختنا التي تقول معتز مطر يهاجم المغرب، ومن بعد هازمكم معتز مطر، وإيش الإشكال يعني؟ من الذي لم يهاجمكم في هذه موضوع ثبتة؟ لم يهاجمكم إلا الذين هم قريبين منكم ويعرفونكم ويعرفون خبايا الأمور. معتز مطر، شكون معتز مطر؟ أنا كلمته مرتين وبين اتصال ولو قليل شخصي، وحاولت أشرح له بعض الأمور التي تحدث مرة على الزلزال وشرحت له بعض الأمور، لكن هو يرى من زاويته التي هو يرى بها مدان، كلامه مدان. لكن أنتم كمغاربة إيش بيضركم مثلا أنه يقول لكم معتز مطر؟ أنتم المفترض قد جلودكم هكذا مثل جلد الفيل، من كثر ما قد الناس تعرضوا لكم وظلموكم تكون قد عندكم مناعة خلاص. يقول لك معتز مطر هاجمنا، وماله يا صاحبي؟ يعني خير يا طير، هاجمك معتز مطر، ايش حصل يعني؟ وإيش المشكلة أنه هاجمك معتز مطر؟ لو تشوفوا الهجوم اللجان التبونية، حتى اللي ما كان شي نشط هذا الأيام، حتى اللي قد كان في الغيبوبة في المستشفى قام غرد المغرب 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 المغرب، حتى الذي قد تاب وترك هذا قام المغرب المغرب المغرب. قامت لكم الحيات والحنشان والكل. يقول لي معتز مطر هاجمني، بل يهاجم. انتم كونوا اخواننا شويه مغاربه. هذه نصيحه والله العظيم لكم. تعلموا فن التجاهل لمن هو متجني عليكم. يعني أنتم تعلمون علم اليقين أن هذا الشخص متجني وهذا الشخص ظالم، تدخل من هنا وتخرج من هنا، ولا كأنك قال ولا كأنكم سمعتم. صلى الله وبارك. فن التغافل والتجاهل هذا من أقوى أنواع الردود. مش كل لو أنكم مسكتوا لو أنكم مثلا مسكتوا كل واحد أساء لكم ورحتوا وتأثرتوا وكذا وأنا بقى في الحال، يا صاحبي لازم تكونوا شوية شديدين لأنه أعرفكم شوية عاطفيا بالذات، وخصوصا عندما يصل الأمر إلى ملك البلاد أنتم ما تتحملوش. وهذه نقطة ضعفكم مع عارفينها الناس كلهم. الذي يريد يستفز المغاربة فقط يذكر الملك حقهم صلى الله وبارك، وأنتم بتبقوا مجانين وحالتكم حالة. لا، حاولوا تكونوا بمعنى أذكياء في المعارك الإعلامية. والله يكون عندكم ذكاء استراتيجي كيف أنكم ما تقعوش في الفخ. أنا مرة لقيت مغاربة في لايف يمني، واحد لايف يمني قاعد يقول على المغرب والعبودية والدعارة والملك وبيسجدوا له وبيركعوا له، وأنا جالس أتفرج من تحت. وأجي يا أخي لا مجموعة من المغاربة، كان اللايف أعتقد 30 شخص، والله العظيم إلا كان 30 شخص يمني أعرفه أنا، وأنا جيت أنا عشان أدخل يمني بيفهم يمني. أنا كنت سأفهمه قسما بالله في أقل من ربع ساعة. اسمع لي أخي لطفي والجماعة، الآن سأتي إليكم. كنت سأفهم الحكاية في أقل من 10 دقائق، لأنني أعرف كيف يفهم الإخوة اليمنيين. ومن جو يا أخي ما أدري من جو إلا مغاربة وسيدات مغربيات وطلع عين وهات وقاعدة نتدابزن معه. فإذا بالله في حقها 200 شخص. 200 هذه عندها بالنسبة لها إنجاز ضخم جدا. 200 ومتعود 40 50 30 في هذا الحدود، ما قد طلعش ووصل 200. وبعدين ما شاف الأمور زوينة بدأ يستفز وأخذها مهنة أنه يتعرض الملك المغرب ويحطه في الواجهة، والمغاربة يقول ايش في، قال دافع عن ملكي ولا ملكي. يا حبيبي شوية أحيانا ضروري تكونوا تحسبوا المسألة، هل في فائدة لدخولكم اللايف ولا ما في فائدة. حبك لملكك بحاجة إلى أنك تكون ذكي في الدفاع عنه. أحيانا بالسكوت تدافع عنه، بسكوتك وتجاهلك، هذا الدفاع والتعالي. لكن هو نفسه الملك يتجاهل. تعلموا التجاهل من الملك نفسه. فلذلك ما عليكم من معتز مطر ولا مطر معتز، فلي كل يقول ما يشاء، في الأخير لا يصح إلا الصحيح. الأخ القربة صعبة، وبعدين الأخ لطفي وصاحب الجراد والأخ حمادة وعبدو حمود، ومرحبا بكم في هذا اللايف المفتوح. هو لايف مفتوح دردشة أخوية، ما كاينش أي موضوع أي شيء. أنا ليس صديقي معتز مطر، ليس صديقي أبدا، ما عمري شفته ولا عمره شافني. بيننا تواصل، ماتت والدته فاتصلت به عزيته
ومرة اتصلت به أشرح له جزئية